انا واحد من الناس اول لما بدات ان اتمرن كنت مفكر ان عشان اعمل الفورمه كويسه او اوصل لجسم كويس لازم اكون غني ولازم يكون معايا فلوس كتير. طب واللي يقولك ازاي تعمل جسم كويس وفورمه كويسه وبميزانيه قليله؟ ناس كتير اول لما الاسعار تغلى تقول خلاص انا كده مش هعرف اتمرن او مش هعرف اكل بروتين كويس او مش هعرف ابني عضل، ايا كان الحجه اللي هو بيقولها. الحقيقة المشكلة مش دايما بتكون في قلة الفلوس، أنا عايزك تفهم بس إنك مش لازم تعتمد على أغلى مصادر البروتين عشان تقدر تبني عضل. هو يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدل ما تفكر في لحمة كتير أو فراخ كتير، لا فكر في المصادر الاقتصادية. عندك فول وعندك بيض وعندك عدس، عندك ترمس، عندك حاجات كتير قوي. أنا كنت عامل فيديو إزاي تخلط بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني عشان تاخد أكتر استفادة. أهم حاجة تركز على إجمالي البروتين اللي بتدخله في جسمك يوميا، ومش لازم كل وجبة تكون مثالية. يعني انت مثلا يوم تقدر مثلا تكمل احتياجك من بروتين، مثلا تقدر تاكل 120 جرام بروتين، ويوم تاني ما تقدرش تاكل الا غير 100 جرام بروتين. عادي، اهم حاجة تستمر عليها. ممكن تعوض تاني يوم، يعني مثلا لو ممكن بدل ما تاكل 120 تاكل 140. اهم حاجة تستمر. واحد جاي يقول انا مش معايا فلوس ان اجيب بروتين ولا اتمرن ولا اعمل اي حاجة، تيجي تلاقي بقى بيصرف فلوسه في ايه؟ في سناكس وفي حلويات وفي حاجات ملهاش، هتضره اكتر ما هتنفعه، حاجات ملهاش اي 30 لازمه. حتى لو بيجيب حاجات صغيره بس تيجي اخر الشهر تحسب الحاجات الصغيره اللي هو بيجيبها دي، هتلاقي يكفي ان يجيب اكل نضيف. فهدفي من الفيديو ده هوصل لك رساله انك تتمرن وملكش دعوه باي حد، ما تقارنش نفسك بحد. ما تقارنش نفسك بواحد بيصرف ده في ميزانيتك مرتين تلاتة وتروح تقارن نفسك بيه، سواء بياخد استرويد او ايا كان اللي بياخده. ما تقارنش نفسك بيه، وتاكل على قد امكانياتك والتزم. وبس كده، اتمنى يعني الرسالة تكون وصلت. متنساش تدعيلي بقى، ولو استفدت متنساش تعمل فولو عشان تستفاد اكتر.